السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ اخباركم ايه؟ اللي احنا شايفينه دوت الحاجات الحلوة دي ده بابا غنوج، انا عملته بطريقة سهلة وبسيطة وجميلة جدا. وحاجة كده ايه في البيت كده، بتنجان بناكله جنب اي اكلة. اي اكلة هو ما بيقولش لا، لان هو من الاكلات الحرشة اللي هي الجميلة اللي ما بنقولش لا ليها. فهنقول بسم الله الرحمن الرحيم، ونقول بس يا بركة بسم الله. زي ما انتوا شايفين هنا يا نور عيني، انا معايا بتنجانتين، معلش بقى على شكلهم لان هم دول اللي كانوا موجودين في التلاجة. فانا حطيتهم هنا على النار وشويتهم زي ما انتوا شايفين كده، وشويت معاهم بصلايه اهي، لان البصل المشوي مع مع البابا غنوج بيدي طعم جميل جدا. ويعني انا هوري لكم هعمل لكم ازاي ان شاء الله كده بطريقه سهله وبسيطه وجميله جدا. ويا حبايب قلبي ما تنسوش لو الفيديو عجبكم تدوسوا لايك، واللي ما اشتركش في القناة يشترك في القناة ويفعل زر الجرس عشان يوصل له كل جديد. واتمنى منكم انكم تكتبوا لي كده بايديكم الحلوين تعليق كده حلو وما تبخلوش عليا باللايك. زي ما انتوا شايفين كده انا حطيت في الكبة اللي هي البصلاية، انا شلت منها اللي هي السواد، اي حاجة سمرة شلتها من البصلاية وحطيتها في الكبة، لان احنا هنضربها مع البتنجان زي ما انتوا شايفين كده اهو. بحب طبعا البتنجان انا لما شيلته من على النار كان مولع، فما كنتش عارفه ان انا اقشره بايدي، قعدت اعمله كده بالسكينه زي ما انتوا شايفين اهو. بسم الله الرحمن الرحيم، يا بركه بسم الله. انا عايزه اقول لكم كان طعمه تحفه وريحته كانت جميله جدا جدا جدا. تقدري تعمليه وتشيليه في علبه في التلاجة زي ما انت شايفاه كده، وتستخدميه كل ما تيجي مثلا تاكلي اكله بتاخدي منه معلقتين وبتخليه، وبيبقى طعمه جميل جدا جدا. وما لا غنى عنه في البيت هو والبتنجان المخلل. وبعدين ما تنسوش ان هو من انواع الحديد الحلوه يعني، فاحنا لا غنى عننا عن البتنجان. بسم الله ما شاء الله، بسم الله الرحمن الرحيم يعني. كان طعمه تحفه يعني، اللهم صل على النبي، الله اكبر يعني. زي ما انت شايفه كده يا نور عيني. بصي يا حبايب قلبي، انا حطيت اهو زي ما انتوا شايفين، حطيت عليه كوبايه من الزيت، مش كوبايه كبيره، اللي هي الملي كده الصغنن. وشويه كده هنحط بقى ايه عليه، ايه شويه من الخل اهي. بسم الله الرحمن الرحيم، يا بركه بسم الله. الطريقه دي جميله جدا جدا، جربوها هتعجبكم باذن الله وهتحبوها. وزي ما انتوا شايفين كده حطيت حته تومه مهروسه، لو عندكم توم اللي هو الصحيح حطي فصين توم، وشويه فلفل اسود كده بيدوا طعم جميل جدا. التوابل بقى بتاعتنا، انت حابه تزودي في التوابل بتحطي بقى التوابل زي ما انت عايزه يا نورعين. بصوا هنا يا حبايب قلبي، انا طبعا سبته دقيقتين كده لما يبرد. دي الطحينه اللي احنا عملناها، لو انتوا اللي ما اتفرجش على فيديو بتاع الطحينه يتفرج ويخش على القناه بتاعتي، ولو اول مره يشوفني زي ما انتوا شايفين انا هنا حطيت الطحينه بتاعتنا. اللي اول مره يشوفني معاكم سومه ويخش عندي على القناه هيلاقي الطحينه، وهيلاقي حاجات للتخزين ان شاء الله. زي ما انتوا شايفين هنا انا حطيت الكمون، وحطيت فلفل، معلقه من الكمون ومعلقه من الفلفل الاسود ومعلقه من الملح. الملح زي ما انتوا عايزين، والطحينه حطيناها زي ما انتوا شايفين كده. بسم الله ما شاء الله عليها، زي ما انتوا شايفين كده بسم الله ما شاء الله. هو طالع حكاية بصراحة، وطعمه كان جميل جدا. ايه رأيكم بقى في الجمال والحلاوة دي؟ بسم الله ما شاء الله عليه. اظن ان هو الشكل الجميل دوت يحتاج لايك ويحتاج تعليق كده حلو كده من ايديكم. ولو في اي وصفة عندكم للبتنجان او اي حاجة ابعتوه. واظن ان الشكل الجميل ده يحتاج لايك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما تنسوش يا جماعة التعليقات.